السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته. كما تعلمون أبناء بلدي، قضية ابتسام حملاوي المجرمة الإرهابية مع ياسين بن شطاح الأخ الفاضل والأخت الفاضلة هاجر زيتوني سبقت قضية الصحفي المخضرم سعد بوعقبة، ولكن الملاحظ أن قضية سعد بوعقبة عولجت بسرعة فائقة، حفاظا على أمن الوطن ودفاعا على الثورة الجزائرية وعلى الشخصيات المجاهدة والمناضلة، في الوقت الذي نرى فيه تواطؤ وحماية ممنهجة لابتسام حملاوي الإرهابية والعصابة التي دافعت عنها حمتها وشاركتها في جريمتها ضد الأخ ياسين بن شطاح والأخت هاجر زيتوني. ومنهم نفهم أن مصالح العصابة أولى من أي شيء، وديمومة العصابة أولى من كل شيء، وأن هذه العصابة عندما اعتقلت سعد بوعقبة اتخذت كلامه حول بعض المجاهدين وبعض القضايا التاريخية كحجة فقط. هم كانوا يبحثون عن فرصة لإسقاط سعد بوعقبة، وبالطبع هو أعطاهم تلك الفرصة رغم أنه لم يقع في أي جريمة، وإنما قدم شهادات فقط عندما ذكر أن النشيد الوطني هو رهينة لدى فرنسا، وأنه هو بومدين كان حاب يغيره. هذا ما كان. لما تكلم كذلك عن السلطة الأمريكية وأنها أصبحت رهينة لدى الصين كذلك، وهذا أغضب بالطبع السفيرة الصهيونية الأمريكية في الجزائر، وهي من دفعت السلطة الجزائرية لمعاقبته. كيف تتحدث عن أمريكا؟ أنا نفهم باللي سيطرة أمريكية. فإذا أمن المواطن لا يهمهم، وإنما تهمهم شخصياتهم ومقاماتهم